اهلا مواليد برج العقرب، ازيكم عاملين ايه؟ وحشني جدا الفيديو اللي فات. برج العقرب النهارده ان شاء الله هنعمل ايه القراءه ليك، والقراءه دي للاسبوع الثالث من شهر ديسمبر عام 2024. هنتكلم عن العاطفه بشكل تفصيلي، هنتكلم عن العزاب، عن المرتبطين، عن المنفصلين، عن الكراش، هنتكلم عن طاقه الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعر تجاهك، شايفك ازاي، وايه نواياه، وايه خطواته القادمه. كمان هنشوف لو انتم منفصلين مبتعدين بينكم مسافات، هل في عوده مؤكده اثناء الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر ولا لا. ولو انت شريك برج العقرب عايز تقعد له مره ثانيه وخايف رد فعل برج العقرب، هقول لك ايه هو رد فعله، هيقبل بعدك مره ثانيه ولا لا، يتقبلك في حياته مره ثانيه ولا لا. كمان هنشوف لو في التدخلات دي اهل واصدقاء ولا علاقه ثلاثيه. طب لو هي علاقه ثلاثيه مكمله معانا ولا منسحبه ولا بتعمل معانا اثناء القراءه، كل ده هنتكلم عنه. بس قبل ما نبدا بتمنى منك تعمل لايك للفيديو، اشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه اتواصلوا على الواتساب اللي موجود في صندوق الوصف، هترد الادمن تفيدكم بكل التفاصيل. ويلا نسمي بالله ونبدا نفنط الكروت الاول كويس ونوزع. هنقول بسم الله. بسم الله. طق طق. طاقة الحبيب، مشاعرك تجاهه، مشاعره تجاهك، شايفك ازاي، ايه نواياه، وايه خطواته القادمة. اتمنى الكادر يكون واضح وباين معانا يا جماعه. ويلا نسمي بالله ونبدا بطاقتك انت يا برج العقرب. بص يا عقرب، بالنسبه بقى لطاقتك انت برج العقرب، انت الفتره اللي جايه مش هتدي ودنك ولا دماغك لاي حد تاني. وواضح ان كان في تاثيرات سلبيه بسبب طرف ثالث دمرت لك حياتك. بس انت مع بدايه الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر اصبح عندك وعي، تفكر في نفسك، في مستقبلك، في حياتك. مش هتسيب الطرف الثالث يكون متحكم في حياتك خالص، لا عاطفيه ولا حياتك العمليه اساسا. يعني انا شايفه ان برج العقرب هيبتدي يشتغل على نفسه، هيبذل مجهود كبير جدا الفتره اللي جايه عشان يوصل للاستقرار والسلام النفسي. شايفه ان حياتك مش احسن حاجه يا برج العقرب، حياتك اتقلبت راس على عقب. شايفه ان انت بتنفذ قانون او معرض لمساءله قانونيه. شايفه ان في خلافات ما بينك وبين حبيبك والشريك، يمكن في كمان انفصال، في طلاق للمتزوجين، في مشاكل كمان قضائيه. ده غير يعني اللي مش متزوجين في مشاكل كبيره، مشاكل عميقه، ولكن انت شخص ذكي وهتعرف تحل المشاكل دي. انت شخص ذكي، شخص عقلاني، شخص روتيني، دايما بتتكلم بالمنطق، شخص شخصيتك قويه برج العقرب. ولكن مش عاجبك الوضع اللي انت فيه، عايز تحسم الموقف، عايز تتخذ اجراءات جاهله على الوضع اللي انت فيه ده. انت عايز تتواصل مع حباك وشريكك يا برج العقرب، عايز تقترح عليه اقتراح رومانسي، عايز تبدا عليه عرض خطوبه، عرض زواج، عرض صلح. انت شخص مخلص، شخص يعتمد عليه، اسلوب حياتك اسلوب صحي جدا. بس انت يعني الفتره اللي فاتت تعبت وارهقت، انت كنت شايل مثلا ثقل على اكتافك، كنت مقيد منهك، مريت بصراعات شاقه. انت اتحملت كتير جدا يا برج العقرب، اتحملت فوق طاقتك، وصلت لمرحله خلاص بقى انت تعبت وما انتش قادر تعمل اي حاجه. بقيت سايب كل حاجه زي ما تيجي، سايب القدر هو اللي يتحكم في حياتك العاطفيه بشكل كبير، سواء حياتك العاطفيه او يعني حياتك العمليه. الطرف الثالث يا برج العقرب هو سبب دمار حياتك، بيحفر لك حفر، بيوقعك في مكائد، بيخليك تستكشف حد في حياتك وشك خالص، بيتعامل معاك بقله ضمير يا برج العقرب. برج العقرب بيشعر بالوحده والالم بسبب الانفصال، بسبب الخصام، بسبب البعد، في سوء تفاهم. انت بتشعر بغضب شديد جدا وخيبه امل بسبب الانفصال او الطلاق اللي حصل ما بينك وما بين حبيبك وشريكك ده يا برج العقرب. بص يا عقرب، انت منتظر العدل، منتظر العدالة الإلهية، منتظر الكرمة، انت عايز الكرمة تتحقق، انت منتظر ظهور حقيقة يا برج العقرب. في حد تلاعب، كذبك في شيء، فانت منتظر الصدق، منتظر الحقيقة تظهر.
شايفه ان انت عايز تبتدي بدايه جديده مع حباك وشريكك يا برج العقرب. انت عايز البدايه دي يكون فيها حب، فيها رومانسيه، فيها سلام. انت عايز تتواصل مع حباك وشريكك او عايز تبعت له رسائل. بالفعل انت عايز تبعت لحباك وشريكك رسائل سريعه، اخبار سعيده. انت بتشعر بشغف كبير جدا تجاهه، عايز تبتدي معاه بدايه جديده يا برج العقرب. انت بتشعر تجاهه برومانسيه، جاذبيه، رغبه، ولكن انت منتظر الحقيقه تظهر. عايز تحقق العداله. انت يا برج العقرب شايف ان في طرف تالت سبب انهيار العلاقه، وانت عايز تحقق الانصاف والمساواه في العلاقه دي. عايز ترفع الظلم اللي واقع عليك يا برج العقرب. حاليا برج العقرب بيعيش حاله كده من الندم، الركود، اللامبالاه. انت بتستعيد ذكرياتك مع حباك وشريكك، بتتخيله مش قادر على بعده. انت بتشوف حل للوضع اللي انت فيه. شايفه كمان يا برج العقرب ان انت بتجيلك فرص كويسه جدا جدا وبترفضها من اجل حباك وشريكك، او ربما الشخص ده اداك فرص او عرض عليك عروض ولكن انت ضيعتها من ايدك، وعشان كده انت يعني ندمان بشكل كبير. ده بالنسبه لطاقه برج العقرب. طب خلينا نشوف طاقه شريكك يا برج العقرب. بالنسبه لطاقه شريكك فانا شايفه ان هو مازال كمان بيحبك وبيفكر فيك وبيحن لك وبيشتاق لك. يعني هو كمان دايما بيشوفك ان انت شخص ملكش مثيل، شخص مميز، في كل الصفات اللي بتتمناها تكون في شريك حياته، بالرغم ان الشخص ده قدامه يعني عروض او في فرص متاحه ليه، ولكن الشخص ده مش شايف غيرك انت يا برج العقرب. بس زي ما انت شايف ان في حياه حواليه يعني بتحب حواليه بشكل كبير. الشخص ده بيشوفك بالنسبه له العالم وما فيه. هو معاك بيشعر بالانتماء والكمال يا برج العقرب. الشخص ده في عوالم جديده بتتفتح له مع بدايه يعني الاسبوع الثالث من شهر ديسمبر عام 2024. هيحقق نجاحات في مجال عمله بشكل كبير جدا، او في دراسته، ايا كان بقى الشيء اللي هو فيه. ولكن انا شايفه ان هو هيحقق نجاح، هيحقق انجازات، ولكن دايما فرحته هتكون ناقصاك انت يا برج العقرب بشكل كبير. برج العقرب انا شايفه ان حباك وشريكك يعني عايز تيجي معاك بدايه جديده، بدايه قويه، بدايه تكون موفقه. الشخص ده يا عقرب يشعر بشغف واثاره رومانسيه ورغبه تجاهك، وعايز يبتدي معاك بدايه جديده، بدايه قويه، بدايه صحيه. يمكن لو الشخص ده ما كانش واخد العلاقه ما بينك وما بينه على محمل الجد، فهو عايز يعود لحياتك مره تانيه، عايز يبتدي معاك بدايه جديده، وعايز ياخد العلاقه على محمل الجد، عايز يبني بيت، اسره، يعني في بينك وبينه اطفال، وعايز يحصل ثمار العلاقه. طب خلينا نشوف مشاعرك انت تجاه برج العقرب. برج العقرب انا شايفه ان انت تعبان، ندمان، الماضي مأثر عليك بشكل كبير. شايفه ان الدنيا بتسود في وشك، شايفه ان انت مش في احسن حالاتك، وفي مشاكل كبيره ما بينك وبين حبايبك وشريكك، مشاكل قضائيه، وفي مشاكل يعني بصوا يعني بسبب النفقات، بسبب مثلا حقوق. فدي المشاكل اللي بتبين يعني ما بينك وبين حبايبك وشريكك يا برج العقرب. انا مش عايزاك يا برج العقرب تخلي المشاكل هي اللي يعني تخلي الدنيا بايظه ما بينكم. يعني المشاكل القضائيه كمان يعني بالنسبه للمتزوجين، بس يعني في مشاكل تانية كبيره وعميقه بالنسبه اللي هم لسه مثلا يعني في علاقه مش متوثقه، مش في زواج. ولكن بغض النظر عن كل المشاكل اللي ما بينك وما بينه، ايا كانت ايه هي المشاكل، ف انت يا برج العقرب متمسك بالشخص ده ولكن مش منفتح لبدايه جديده. طيب منين انت متمسك بيه ومنين مش منفتح؟ لان في مشاكل كتيره ومشاكل يعني اكبر من طاقتك، فانت سايب الامور لما تتحل، لان اوريدي انت لو واجهته دلوقتي وفي المشاكل دي الامور مش هتبقى احسن حاجه، فانت مستني الامور تهدى علشان تبتدي تتواصل معاه وتشوف حل المشاكل ما بينك وما بينه. شايفه ان في ايد خفيه بتزود المشاكل او بتاثر عليك تاثيرات سلبيه يا برج العقرب، او بتقويك يا برج العقرب على حباك وشيكك. شايفه انت بيكون عندك صحوه
فتره من التجديد، عايز تحسن موقفك، عايز تتخذ اجراء تجاه الوضع اللي انت فيه. انت عايز تروح لحباك وشيكك تلوم يا برج العقرب، عايز تعاتبه ان هو دايما بيجي عليك، بيتهمك بقسوه شديده، بيصدر عليك احكام سريعه يا برج العقرب. عامه يا عقرب انا شايفه ان انت حصلت على الكارما. الكارما سبب وعي ذاتي ليك بالشفاء علشان يعني يتمكن مدير كورمان. شايفه ان الفتره دي تاخد قرار كبير وقرار مهم جدا بخصوص العلاقه، وتستخدم الدروس الكارميه اللي حصلت لك في الاستعباء في اتخاذ القرار ده. شايفه ان في مشكله كبيره ومشكله قضائيه، ولكن اطمن هيتم حلها بشكل عادل يا برج العقرب لصالح اللي معاه الحق. طيب خلينا نشوف مشاعره هو تجاهك. بص انا شايف ان هو مازال بيحبك، مازال مستنيك، قاعد بيراقبك من بعيد لبعيد. شايفه ان هو عايز يقدم لك كاس الحب وعايز يطلب منك بدايه جديده، بدايه موفقه يعني ان شاء الله. الشخص ده اصبح ناضج عاطفيا، خايف قلقان ولكن صادق جدا في احساسه ومشاعره تجاهك يا برج العقرب. يعني برج العقرب انا شايفه ان العلاقه ما بينك وما بين الشخص ده هي علاقه ابديه، علاقه ما لا نهايه لها. وكمان شايفه ان حباك وشريكك يمتلك كل الامكانيات والقدرات اللي محتاجها عشان ينجح، سواء في حياته العاطفيه او في حياته العمليه. كمان شايفه ان حباك وشريكك هيبتدي يستخدم عقله وتركيزه وقوه ارادته علشان يوصل لاهدافه في تغييرات ايجابيه قادمه في حياته. وشايفه ان الشخص ده لو حب يوصل لاي نتيجه هيقدر يوصل لها بشكل كبير جدا يا عقل. بظهور البطاقه هنا، فشايفه ان حباك وشريكك عايز يبتدي معاك بدايه جديده، وعايز يحقق الامن والازدهار والاستقرار والوفره في العلاقه. شايفه برج العقرب ان الشخص ده ربما كمان يكون عنده بدايه ماليه جديده، لو في مشكله ماديه او عائق مادي واقف في طريقك انت وهو، فهو عايز يشتغل على نفسه علشان يحقق النجاح والاستقرار المالي. طب خلينا نشوف هو بيشوفك ازاي برج العقرب. بص يا عقرب، هو بيشوفك محاصر ومقيد، في قوة خارجية بتأثر وبتسيطر عليك بشكل كبير. هو شايف ان انت مش قادر تتحرر من الوضع اللي انت فيه. يمكن انت في علاقة سامة، يمكن في علاقة غير شرعية، يمكن كمان في طاقة سحر، يمكن في طاقة حسد. المهم ان في شيء بيأثر عليك بشكل كبير جدا وانت مش قادر تتحرر من الوضع اللي انت فيه ده. هو كمان شايف ان انت مش قادر تكتشف مين سبب الوضع اللي انت فيه، ولكن مع بداية الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر هيصبح عندك وعي، هيصبح عندك بصيرة، هتبتدي تكتشف الحقيقة بشكل كبير. هو شايف ان انت بمجرد ما تكتشف الحقيقة هتغير تفكيرك، هتغير ردة فعلك. شايفة ان انت هتبتدي تتخذ اجراء تجاه العلاقة، هتختار جميع الحواجز اللي واقفة ما بينك وما بينه. شايف ان انت هتبتدي معاه بداية جديدة. هو شايف العلاقة ما بينك وما بينه علاقة قوية، علاقة أبدية، علاقة ما لا نهاية لها. ولكن هو شايف ان انت بتواجه صراعات وتحديات، ولكن الصراعات والتحديات اللي انت بتواجهها هي صراعات وتحديات داخلية خاصة بخوفك، شكوكك، قلقك، توترك. ولكن هو شايف ان انت هتبتدي تتحلى بالصبر والرحمة مع نفسك، هتبتدي تغير نظرتك لامور كتيرة. ولو كنت بتتعامل معاه بطريقة فيها عند فرض سيطرة، فانت هتبتدي تغير الطريقة دي وهتبتدي تتعامل معاه بطريقة فيها اقناع بدل من فرض السيطرة يا برج العقرب. طب خلينا نشوف ايه نوايا تجاهك يا عقرب. بالنسبه لنواياه انا شايفه ان هو خايف وقلقان وحاسس ان الوضع ما بينك وما بينه ما بقاش الطف حاجه ولا احسن حاجه، وان المشكله اللي انتوا بتعانوا منها مستحيل ان هي تتحل، او ان الوضع اللي انتوا فيه يتصلح خالص يعني. فانا شايفه ان هو بيلجأ لحد اكبر منه سنا، اكتر منه خبره، يقف جنبه يسنده يدعمه يشجعه ويخرج من الوضع اللي هو فيه. امراه اكبر منه سنا اكتر منه خبره، هي اللي هتقف جنبه، هي اللي هتسنده، هي اللي هتدعمه، هي اللي هتنصحه، هي اللي هتقويه، هي اللي هتخرجه من الوضع اللي هو فيه. شايفه ان مجرد ما يخرج من الوضع اللي هو فيه ده هيكون اكتر ايجابيه، هيكون عايز ياخد خطوه تجاه وضعكم وتجاه العلاقه، عايز يعني يعمل لك احتفال. الشخص ده فخور جدا بيك، عايز يقول للدنيا كلها انت اكتر شخص تستحق ان هو يكمل حياته معاك. الشخص ده بيشوفك امنيه من امانيه، حلم من احلامه، هو بيشعر معاك بالمتعه، بالاثاره، بالحب، الدلع. الشخص ده بيشوفك هديه او نعمه ربنا انعم عليه بيها.
طب خلينا نشوف ايه خطواته القادمه. بالنسبه لخطواته القادمه، حباك وشيكا كان استسلم، اتغير، ابتعد عنك، اتعامل مع ناس له باسلوب تخريب الذات. يعني بمعنى ان هو ما كانش عايز يبعد عنك او ما كانش قادر يبعد عنك، بس جه على نفسه وقسى على نفسه علشان يعني ياخد القرار ده. كمان الشخص ده وهو بيبعد عنك كان بيتعامل معاك بشكل دفاعي او عدواني عشان يخفي شعوره بالضعف العاطفي تجاهك. كان جواه طاقة مكبوتة، ولكن انا شايفة ان هو عايز يعود لحياتك مرة تانية. انت رفيق روحه، انت السول ميت بتاعه، انت توأم شعلته، انت رفيق روحه المحتمل. الشخص ده عايز يرجع ليك، يقترح عليك اقتراح رومانسي، يقدر لك عرض خطوبة، عرض زواج، عرض صلح. الشخص ده يعني قريبا جدا هيجيلك يوثق ويطور من علاقتكم بشكل كبير جدا يا برج العقرب. الشخص ده عايز العلاقة تاخد مستوى أكبر من الحب، الاحترام، الالتزام. الشخص ده لو كان مش قد كلمته، ما كانش مثلا بيوفي بوعوده، كنتوا متزوجين وما كانش ملتزم تجاهك لا في الزواج ولا في التقاليد، فهو عايز يكون قد كلمته، عايز يوفي بوعوده، عايز يكون ملتزم تجاهك، تجاه التقاليد، تجاه المعتقدات، عايز يطور العلاقة، عايز يوثقها. شايفة ان انت عندك بدايات جديدة، في ان شاء الله توثيق علاقة قريب، في خطوبة وفي زواج وفي صلح يا برج العقرب. طب خلينا نشوف النصايح هنا بتقول لك ايه. هنا بتقول لك البطاقه اللي يعني بتعني ان انت حواليك اصدقاء ورفقه جيده، هيقفوا جنبك ويساعدوك ويحموك وهيكونوا مصدر الامان. اما بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه بتعني ان الانتقال من مرحله لاخرى واحيانا مرض. البطاقه هنا باذن الله عشان مبقاش تشاؤم، هي انتقال من مرحله لاخرى. يعني انا شايفه ان انت هيكون عندك انتقال كبير جدا يا برج العقرب. بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه بتعني وجود امراه مهمه في حياتك بتاثر عليك في شتى مختلف حياتك وبتاثر عليك بشده يا برج العقرب. اما بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه هنا بتعني العلاقات العامه ومواقع التواصل الاجتماعي. انت هتقدر تكون صداقات جديده عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هيكون في تواصل ما بينك وبين حبك وشريكك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، او هتقابل حب جديد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي برج العقرب. كمان بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه هنا بتقول لك الثقه هتخلي الحب والرومانسيه يزدادوا ما بينك وبين حبك وشريكك. اما بالنسبه للبطاقه هنا، فالبطاقه هنا حل سلمي يا برج العقرب. شوف حل سلمي. اما بالنسبه للنصيحه او الرساله ليك بشكل عام، فالبطاقه هنا بتقول لك ايه هو اسوأ ما يمكن ان يحدث. يعني ايه هي اسوأ حاجه ممكن تحصل؟ فاهمين ان انت تخوض المجازفه، يمكن ده يكون شيء مخيف بالنسبه لك، لكن الامر يستحق العناء. يعني الوضع اللي انت شايفه مجازفه هو نفسه اللي يستحق ان انت تجازف وتعاني علشان توصل اللي انت عايزه. البطاقه هنا بتنصحك ان انت ما تقضيش كل وقتك في يعني تقدير الاحتمالات. يا ترى انا لو عملت كذا يحصل كذا، طب انا ممكن اعمل كذا ويحصل كذا. لا، من الافضل ان انت تجازف وتنفذ ايا كان بقى النتيجه، تبقى انت حتى عملت اللي عليك، ما ترجعش تندم اصل انا لو كنت عملت مش عارفه ايه كان حصل ايه. فاهمين؟ من الناحيه الصحيه فصحتك بخير يا برج العقرب. من الناحيه العمليه والماليه فامورك مستقره ولا جديد الفتره دي. برج العقرب كده نكون خلصنا القراءه بتاعتنا. اتمنى القراءه تنطبق عليكم. اتمنى منك تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه، شير كتير لكل حبايبك واصدقائك. كمان بالنسبه للقراءات الخاصه تواصلوا على الواتساب الموجود صندوق الوصف، هترد الادمن فيكم بكل التفاصيل. واشوفكم في فيديو على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.